بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم يا ولاد في حلقة جديدة من برنامجكم أطفالينو. حكايتنا النهاردة عجيبة خالص بعنوان الحقوا السماء بتقع. الحقوا السماء بتقع. تعالوا بقى مع بعض نعرف ايه حكاية السماء بتقع دي. تعالوا نعرف سوا. في يوم من الأيام يا ولاد كان في كتكوت صغير، كان بيحب يتمشى بين الورد والأشجار. وفي يوم من الأيام وهو بيتمشى في الغابة وعمال يتفرج على الورد والشجر، حصلت حاجة عجيبة قوي. عارفين حصل ايه؟ حصل ان ثمرة جوز الهند وقعت على دماغه من الشجرة وقال: يا خبر، دي السما بتقع. أنا لازم أجري بسرعة وأقول للأسد حالا. وبدأ فعلا يا ولاد الكتكوت يجري بسرعة، وفي الطريق قابل الديك بني. انت بتجري كده رايح على فين؟ يا ترى كل شيء تمام؟ لأ يا بني، دي السما بتقع وأنا لازم أروح للأسد عشان أقوله كده. وانت ازاي عرفت؟ دي وقعت على دماغي وضربتني. يا خبر، دي حاجة مخيفة خالص. تعالى أنا كمان جاي معاك. إحنا لازم نروح بسرعة للأسد عشان نقوله الحكاية دي. وهنا يا ولاد بدأ الكتكوت الصغير والديك بني يجروا مع بعض بسرعة، وهم بيجروا في الطريق ورايحين للأسد قابلوا في الطريق البطة لاكي. استنوا يا صحابي، استنوا، انتوا رايحين فين كده بسرعة؟ راحوا قالوا لها: دي السما بتقع، دي وقعت حتة منها كمان على دماغ الكتكوت الصغير، واحنا رايحين للأسد عشان نقوله كده. يا خبر، خلوني أنا كمان أجي معاكم. تعالي تعالي. ومن غير ما تفكر يا ولاد البطة لاكي، ومن غير كمان ما يفكر الديك بني ولا يتأكدوا إن كان الخبر ده صح ولا مش صح، على طول صدقوا وجريوا بسرعة للأسد من غير ما يفكروا. تعالوا بقى نشوف يا ترى مين هيقابلهم في الطريق. وهم التلاتة عمالين يجروا قابلوا في الطريق الثعلب المكار، وقال لهم: يا شباب، انتوا عمالين تجروا كده رايحين على فين؟ فقالوا له: دي السما بتقع، وقعت حتة منها على دماغ الكتكوت الصغير، واحنا قررنا نروح للأسد عشان نقوله الحكاية دي. فقال لهم الثعلب المكار: ايوه الاسد لازم يعرف الحكاية دي. لكن يا ترى انتوا عارفين الاسد عايش فين؟ الثعلب المكار يا ولاد قدر فعلا ينبههم لمشكلة هم واقعين فيها. اصل مفيش واحد فيهم فعلا عارف الاسد ده عايش فين. فقال لهم الثعلب المكار: إيه، انا بقى عارف هو عايش فين. تعالوا معايا وانا هوريكم الطريق. وهم من غير ما يفكروا فرحوا انهم لقوا واحد يساعدهم، مع انهم ما كانوش يعرفوه. وقفوا يتكلموا معاه وصدقوه ومشيوا وراه. تعالوا بقى نعرف لما راحوا معاه ايه اللي حصل.
أخدهم الثعلب المكار يا ولاد للجحر بتاعه وقال لهم استريحوا جوه بيتي شوية وخلوني أروح للأسد أتكلم معاه في الأول، وأول ما يكون جاهز إنه يقابلكم أنا هاجي وأقول لكم بسرعة. بعد شوية يا ولاد نده عليهم الثعلب المكار من جوه وقال لهم تعالوا تعالوا خشوا جوه بيتي، اتفضلوا اتفضلوا. ودخل يا ولاد الكتكوت الصغير، ودخل من وراه الديك بني، ودخلت من وراهم البطة لكي، وطبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل لهم جوه. الثعلب المكار هم 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 اكلهم هم هم هم. شفتوا يا ولاد؟ انتوا لازم تتأكدوا من أسباب أي حاجة تحصل ليكم أو سمعتوها، بدل ما تمشوا ورا حد من غير ما تشغل عقلك وتفكر كويس. ها يا ولاد، دلوقتي فهمتوا أهمية إن انتوا تثقوا في الناس الصح مش في أي حد، وإن مش هصدق حاجة كده من غير ما تفكر؟ طيب اتعلمنا يا ترى ايه من الحكاية الحلوة دي؟ ها، مين الشاطر؟ احنا شفنا ان ثمرة جوزة الهند وقعت على دماغ الكتكوت الصغير من غير ما يفكر ولا يدور على سبب الحاجة اللي وقعت على دماغه، افتكر ان السما بتقع عليه. عشان كده يا ولاد الكتاب المقدس بيقول لنا ويعلمنا إن الحكيم عيناه في رأسه. الحكيم عيناه في رأسه. سفر الجامعة إصحاح 2 آية 14. يعني الإنسان الحكيم لازم يفكر في سبب كل حاجة تحصل له. طيب وشفنا كمان الديك بني والبطة لكي على طول صدقوا كلام الكتكوت الصغير من غير ما يتأكدوا من كلامه صح ولا غلط. طب ده ينفع؟ ده الكتاب المقدس بيعلمنا ويقول الأذن تمتحن الأقوال. الأذن تمتحن الأقوال. سفر أيوب النبي إصحاح 12 آية 11. يعني إيه؟ يعني أي كلام حد يقوله لينا من أصحابنا لازم نتأكد الأول الكلام ده صح ولا غلط قبل ما نصدقه. برافو عليكم. وشفنا كمان الثعلب المكار الغريب عنهم والأكبر منهم لما وقفهم واتكلم معاهم ايه اللي حصل؟ الأصدقاء التلاتة وقفوا واتكلموا معاه، وده ما كانش يصح انهم يقفوا ويتكلموا مع حد ما يعرفهوش وغريب عنهم. فقدر الثعلب المكار يخدعهم ويضحك عليهم بكلامه الحلو. عشان كده يا ولاد الكتاب المقدس بيحذرنا ان في ناس بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. نقول الآية دي تاني: بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. سفر رمية إصحاح 16 آية 18. يعني في ناس بكلامهم الطيب وكلامهم الحلو ممكن يخدعونا وما بيكونوش بيقولوا لنا الحقيقة. حلوة حكاية النهاردة. أشوفكم بقى الحلقة الجاية. باي باي.